السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نقترح عليكم بعض المملحات ميني اومليت ساهلين كيجيو معلكين ولذاذين بزاف. الا عندك شويه ديال الخضره وبيض في الثلاجه تبعيني نديروا الوصفه انا وياك. غادي تحتاجيهم العشاء الغدا. ما نعاودش لكم على البنه، نبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير واخا تشوفوهم هنا كتار راه تقدروا تغيروا فيهم على حسب موجود عندكم في الدار. عندي هنا طوماط سوريز واحد 3 حتى 4 قطعتهم هكا صغار، واحد شويه ديال الجبن موتزاريلا، عندي هنا 2 حتى 3 معالق كبار ديال السبانخ اللي سلقتهم وصفيتهم، تقدروا تبدلوهم ب2 معالق كبار ديال المعدنوس ماشي مشكل الا ما كانوش متوفرين السبانخ. هنا عندي واحد 4 كاس ديال الزيت، هنا عندي واحد شويه ديال البزار، بصله متوسطه قطعتها رقيقه بزاف بهذا الشكل هذا، عندي هنا 4 ديال البيضات، عندي هنا فلفله ماشي لازم تكون صفراء، تقدروا ديروا اي لون متوفر قطعتها هي مكعبات صغيره. هنا علبه ديال الطون صفيتها من الزيت، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملح، وهنا عندي ثوم بودره تقريبا واحد معلقه صغيره، وجوج ديال الفرماج بهذا الشكل هذا مربع، تقدروا ديروا كيري او لافاش كيري على حسب المتوفر. وهذا مكان نبداو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للطريقه غادي نسخن واحد 2 حتى 3 معالق كبار ديال الزيت، كندير فيهم ديك البصيله مشلضه بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد معها الفلفله، غادي نخليهم يطيبوا على عافيه مهيله واحد 5 ديال الدقائق، حيت كنعرفوا البصله والفلفله كياخذوا وقتهم في الطياب، فغادي نسبقوهم من الاول نخليهم يتقلاو واحد 5 دقائق مغطيين بطبيعه الحال، وعاد ندوزو باش نزيدو لهم المقادير الاخرى. ما نساوش مره نحلو عليهم ونقلبوهم بهذا الشكل هذا باش يهبطوا لينا مزيان وما ياخذوش لينا بزاف ديال الوقت في الطياب. من بعد ما كطيح لينا البصله والفلفله غادي نزيدو ليها المقادير الاخرى. كنبدا بمطيشه هي الاولى، وغادي نزيد معها ثوم بودره، شويه ديال الزعتر، الملحه حسب الذوق، البزار، وغادي نغطي عليها واحد 2 دقائق بين ما طابت ديك طوماط سوريز. من بعد كناخذ السبانخ، انا خلطتهم مع داك الفرماج معكتهم مزيان بهذا الشكل هذا، الفرماج المربع الا عقلتوا معايا راه كان معايا في المقادير، خلطتهم مع بعضياتهم وزدتهم على المقادير الاخرى صافي، غير كنحركهم شويه بحال هكا وكنطفي عليها الحشوه ديالي كتكون واجده، نخليها تبرد باش نكمل الوصفه ديالي. انتم شفتوا معايا ما كاملاش واحد 7 ديال الدقائق الحشوه واجده، يعني في 10 دقائق غديروا الوجبه ديالكم وتستمتعوا بها. صافي هنا غادي ندوز باش نخلط البيض، كنزيد معهم واحد شويه ديال المليحه، ما تكثرش بزاف حيت الحشوه مالحه. من بعد ما كنخلطهم غادي نزيد ليهم المقادير الاخرى، تيقون البنات كتجي بنينه بواحد الطريقه ما كتصورش. هنايا تخلطوا، زدت ليهم الفرomage او الجبن الموتزاريلا غير 2 معالق كبار، وغادي نحتفظ بالباقي باش نزين به. هنا غادي نزيد الطون، تقدروا ديروا لادان، تقدروا ديروا كفته على حسب المتوفر، تقدروا تخليهم غير بالخضره بحال هكا كيجيو بنانين. كل مره تنوعوا فيهم كيجيو لذاذين بزاف، وكما شفتوا معايا ساهلين وما كياخذوش بزاف ديال الوقت. دوزو دابا الطريقه ديال الطياب. انا اختاريت نديرهم ميني اومليت، غادي نستعمل هاد المقله الصغيره هادي والعافيه تكون مهيله. غادي ندهنها بواحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا
الاومليت. واخا هي راه ما كتلصقش، هاد النوع ديال المقالي ما كيلصقوش، ولكن احتياطا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت وكنزيدو غير معلقه ديال الحشوه بهاد الطريقه هادي، او ديال الاومليت عفوا، صافي. وكنخليوها حتى كيبانوا لينا دوك الجنيبات طابو بحال الشكل ديال البانكيك. هذه هي الطريقه ديال الطياب ديالهم. ومن بعد كنقلبهم. ما كنتسناش عليهم، في ساعه كنزوقهم بداك جبن الموتزاريلا. وشي زيتونه كحله. وها هما واجدين بالصحه والراحه، كيجيو لذاذين معلكين ما تشبعوش منهم. غادي نعاود معكم واحده اخرى، وبهذه الطريقه كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. كندهن المقله ديالي بشويه ديال الزيت، كنصب فيها واحد شويه ديال الاومليت، تقريبا معلقه كبيره حتى لجوج معالق على حسب المقله ديالكم قداشنا هي. وكنتسناو عليها طيب مجنه، من بعد كنقلبها مزوقه بالفرماج والزيتون. وها هما واجدين بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو شويه. الى عجبكم ما تنساوش تخليو لي جيم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء. وشكرا بزاف، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله. السلام عليكم.